السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ونبداو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الا كنتي اول مره كتشاهد الفيديو مازال ما درتوش اشتراك، ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. البنات اليوم غندير لكم مسمن معمر بواحد الحشوه لذيذه بزاف، وغادي نوريكم واحد المكون سحري في بلاصه الزبده للتوريق. غادي تجيكم العجينه مورقه بحال اللي دايرينها بالزبده. البنات نبداو في المقادير والطريقه ديال التحضير. عندنا جوج بصلات متوسطين مقطعين رقاق، فلفله وحده حمراء كبيره، وخيزوه وحده محكوكه. عندنا كفته، 3 ديال الفرماجات، زيت البلديه، 3 المعالق كبار ديال الربيع. عندنا معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، وعندنا معلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه ولا معلقه صغيره ديال الملحه، ونص معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الكمون، وصويا صوص 2 معالق كبار ديال الصويا صوص. والعجينه فيها 500 غرام ديال الفورس، يعني نص كيلو ولا 5 الكيسان ديال العنبه. صافي فيهم قبيصه ديال الملحه، غادي ندلكوها نعجنوها عادي بحال يعني ديروا فيها 2 كيسان ديال الماء، نعجنوها عادي بحال المسمنه، بحال عجينه المسمن المهم العاديه. صافي ندلكوها مزيان ونخلوها ترتاح. وهنا الشعريه المهم انا درت ديال الارز، الشعريه ديال الارز. صافي من بعد غادي نكبوا على الماء طيب ونخلوها مرقده باش تجينا ساهله في هذا، باش تجينا ساهله في طيب لينا زعما تكون طيبه. هنا البنات نسيت ما قلت لكم، راه غادي نديروا 2 ديال الثومه محكوكين. المهم دابا درنا المكونات ديالنا راكم شفتوا، صافي مع العطريه مع الثومه محكوكه. صافي غنحركوهم مزيان، وغادي يعني تتشحر لنا البصله واحد شويه. عاد نزيدوا عليها خيزو محكوك. صافي نعاودو نحركوهم مزيان. ايوا دابا من بعد نزيدو كفته ديالنا، كفته على حسب، المهم داكشي اللي متوفر غادي ديروه. دابا غادي نزيدو ربيع مقطع ونحركو تاني مزيان، يعني ربيع اخر حاجه. صافي ونزيدو صويا صوص 2 معالق كبار ونحركو. صافي وغادي نزيدو الفرماج تقريبا حتى نقربوا نطفو عليهم. صافي ونخلوه نحركوه مزيان يذوب لينا. وغادي نزيدو الشعريه الصينيه صافي اخر حاجه. صافي نحركوها مزيان، نكونوا قطعناها انها كتكون طويله، نحركوها مزيان باش تندمج لينا مع العناصر. ودابا الوصفه السحريه في بلاصه التوريق، في بلاصه الزبده اللي غنورقوا بها. غادي نديروا الزيت، وغادي نديروا فيها معلقه ديال كبيره ممسوحه ديال التحميره، وغادي نزيدوا فيها 2 معالق كبار ديال مايزينا هي اللي كتعطي ديك التوريق، هي اللي كتورق لينا الورقه وكتجي مقرمشه ملي كطيب. يعني زوينه بزاف. صافي نحركوها مزيان ونحطوها على جنب. دابا ندوزو للعجينه ديالتنا اللي غادي نديرو بها كويرات، نقرصوها بحال هكا. نحاولوا نقرصوها شويه باش ترتاح، باش تجينا ساهله ملي نبغوا نسرحوها ما تقطعش لينا. نقرصوهم كاملين واحد شويه، ونبداو دابا نورقوا فيهم. نحاولوا نسرحوا العجينه مزيان، ونزيدوا المكون ديالنا اللي كيساعد على التوريق، اللي كيلعب الدور ديال الزبده. ندهنوا المسمنه مزيان به. صافي ونطويوها عادي بحال المسمنه. نعاودو نزيدو ثاني شويه.
باش تجينا مورقه مزيان. صافي ونستمروا على هكا حتى نساليو المسمن ديالنا كامل في التوريق. دابا من بعد ما ساليناه كامل غادي نسرحوه بحال هكا على هذا الشكل. وغادي نديرو الحشوه الوسط بحال هكا، نحاولوا نقادوها ونجمعوا الجوانب ديال المسمنه، يعني القناه ديالها على هذا الشكل، ونحاولوا نقادوا الحشوه، نحاولوا نجيبوها للجنب ديال المسمنه القناه ديالها، باش ملي يطيب المسمنه ونكونوا ناكلوا فيها ديك العضه تكون عامره بالحشوه، ما تجيش بلاصه فيها الحشوه وبلاصه ما فيهاش. صافي نحاولوا دابا نقرصوا العجينه باش تسد لينا، ما تخرجش لينا الحشوه ملي نكونوا نقرصوا فيها شويه على هذا الشكل. صافي نسرحوها دابا غير شويه بيدينا وصافي كنقلبوها. صافي ونبقاو مستمرين تاني على هذه العمليه حتى نساليو المسمن ديالنا. نكونوا سخنا البنات الفران مزيان، عاد ندخلوها ليه. صافي بحال هكا دابا تنكملوا. صافي دابا البنات اختياري، بغيتو تدهنوا به هاد اللي المكون اللي قلت لكم في بلاصه الزبده، وفي نفس الوقت كيعطي لون المسمن. بغيتو تدهنوه في بلاصه البيض ديروه مزيان، ما بغيتوش غادي تدهنوا بالصفر بيضاء، تزيدوا عليها شويه ديال الصويا صوص باش كتعطي تاني اللون زوين. انا درتهم بجوج، درت هاد الزيت مع المايزينا والتحميره، ودرت في نفس الوقت صفر بيضاء طربتها مع صويا صوص. صافي ودهنت بها. صافي وغادي نزوقوهم على هاد الشكل راكم شفتوا، نشرطوهم بالموس. وتاني اللي متوفر تاني درت شويه ديال الزنجلان بحال هكا خط الوسط. صافي على هاد الشكل. صافي نطيبوهم عادي في الفران، المهم يكونوا ناقصين عليه ما يتحرقش. وهذا هو الشكل ديالو، كيجي لذيذ بزاف وكيجي مقرمش. العجينه ديالته كتجي بحال دايرها بالزبده، غير بهاد المكونات اللي قلت لك البنات، الزيت ومايزينا، لان مايزينا الدور ديالها كتورق مزيان. شوفوا القرمشه كيفاش دايره، العجينه ديالتها مقرمشه بزاف. ايوا البنات وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى ان الوصفه تعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها، كتجي لذيذه بزاف. وبسلامه البنات. الا كنتو مازالين وصلتوا معايا حتى لهنا وباقي ما درتوش اشتراك، ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بسلامه البنات، تهلاو ليا في راسكم.